غالبا ده هيكون اغلى موبايل انا عملت له مراجعه في تاريخ القناه لغايه دلوقتي يعتبر. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ تكونوا بخير. معاكم عمر هاني بفيديو جديد، واهلا بيكم في حلقه جديده. النهارده معانا موبايل جديد زي ما احنا اتكلمنا، ويعتبر هو اغلى موبايل موجود، ويعتبر ده موبايل غالي جدا. فلازم انت تبقى فاهم ان احنا مش عايزين نسيب اي عيب غير لما نفهم هل ده عيب طبيعي ولا العيب ده مميزات موجوده في المنافسين بتوعه. الموبايل بتاع النهارده اللي خلاني ان انا اعمل له مراجعه ان هو موبايل بيقدم فعلا طفره حقيقيه في العالم بتاع الموبايلات الفولدبل. الموبايل اللي معانا النهارده هو موبايل فولد، فالموبايل ده مختلف عن بقيه المنافسين لانه بيقدم حاجه او اكتر من حاجه مميزه جدا، ممكن نخلي عالم الفولد بعد كده يكون حاجه طبيعيه وحاجه اعتياديه اللي احنا ممكن نشوفها في الشارع من الناس واحنا ماشيين عادي. ومن الحاجات المهمه جدا اللي في الموبايل ان الموبايل يعتبر خفيف جدا والسمك بتاعه رفيع جدا. الموبايل لو انت بصيت عليه من بعيد من غير ما اقول لك ان ده موبايل فولدبل هتاخد وقت كبير عقبال ما تعرف ان ده فعلا موبايل من الفولدبل او موبايل قابل للطي. هتاخد حبه حلوين لان الموبايل سمكه رفيع جدا ومسكته في الايد، وحتى كمان ان انت تحطه جوه الجيب مفيش اصلا يعتبر فرق خالص. السمك بتاعه صغير جدا مع كمان بطاريه اقوى بطاريه واكبر بطاريه موجوده في عالم الفولد برضو. فطبعا ده موبايل لازم ان احنا نتكلم عليه، ولازم ان احنا نقول شابوه لشركه اوبو، لان الموبايل اللي معانا هو الاوبو فايند ان 5. الموبايل بكل حاجه فيه يعتبر كويسه، في بعض الحاجات اللي هنتكلم عليها وهنشوف هل دي فعلا عيوب حقيقيه ولا لا. بس قبل ما نبدا ما تنسانيش باللايك والشير والسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يجيلك فيديوهاتنا كلها اول باول. ويلا بينا نتكلم عن اغلى موبايل موجود في عالم الفولد حاليا. الموبايل بدايه كده من التصميم، تصميم انيق، بتحس ان انت اكنك ماسك موبايل من السيراميك او قطعه سيراميك او قطعه من الرخام. موبايل ما فيهوش اي تكستشرز كتير، هو يعتبر فلات، نفس اللون، هو يعتبر لون واحد، يعني الالوان ما فيهاش بقى تداخل والحاجات دي كلها. ماسكه جميله، ماسكه تحس ان هي ماسكه ساقعه في ايدك، فريم محترم، كل حاجه فيه كويسه جدا، الماسكه جميله. طبعا كمان شكل الكاميرات الدائري اللي في المنتصف، كل حاجه فيه ممتازه جدا الديزاين. ولكن سيبنا من الديزاين اللي هو يعتبر زي ما انا قلت لك هو ما فيهوش اي حاجات كتير. لو انت برضو بصيت من فوق من تحت هتلاقي السماعات الاستيريو اللي عندك، وطبعا عندك هنا منافذ المايك، العزل للضوضاء، واليو اس بي. وبالمناسبه هنا انت عندك هنا كل حاجه بتيجي في العلبه، ودي حاجه مختلفه، ودي هنا بيتفوق عليها اوبو عن المنافس الشرس اللي موجود معاه اللي بيقدم فولدبل بس من غير برضو اي حاجه في العلبه. طبعا انت عرفت انا بتكلم عن مين. فهنا طبعا دي نقطه قوه موجوده في الموبايل. عندك هنا الشاحن 80 واط وسلك الشاحن من تايب A لتايب C، وعندك كل حاجه موجوده في العلبه، ودي حاجه كويسه جدا. غير كمان ان شاشه الموبايل هنا بيجي لك كمان بطبقه حمايه. الشاشه الخارجيه بيجي لك ب 6.62 بوصه 2616 في 1140 بكسل، رقم ممتاز جدا ورقم كبير. بكثافه بكسلات 431 بكسل لكل بوصه، رقم ممتاز جدا جدا جدا. مع طبقه حمايه النانو كريستال، وكمان بيدعم ال 120 هرتز، وكمان بيدعم الدولبي فيجن مع ال HDR10. كل المميزات بتاعه الشاشه اللي انت تقدر اللي انت تتخيلها هتلاقيها موجوده عندك هنا. الموبايل بيقدر يوصل لسطوع 2450 نتس، ولكن البيك الحقيقي بتاع الموبايل هو 1200 نتس بس. ودي ممكن تكون الحاجه الوحيده، العيب الوحيد اللي موجود في الشاشه، ان السطوع بتاعها يعتبر مش اعلى حاجه موجوده في المنافسين بتوعه. تعال بقى نتكلم عن الشاشه الداخليه العملاقه جدا، وهي الشاشه اللي جوه. هي الشاشه هنا اول ما تيجي تفتحها هتلاقي ان هي شاشه عملاقه، لان كمان الحواف بتاعتها قليله جدا. ده غير كمان ان الثقب بتاع الشاشه اللي هنا هو صغير جدا وموجود في الجزء اللي على اليمين. مساحه الموبايل هنا هي 8.12% فولدبل LTPO OLED 2480 في 2248 بكسل، بكثافه بكسلات 412 بكسل لكل بوصه، وبرده رقم كويس جدا على الشاشه دي. ودعم كل حاجه الدولبي فيجن و120 هرتز وال HDR10 وكل حاجه زي الشاشه الخارجيه بالظبط. ولكن السطوع بتاع الشاشه الداخليه المفروض ان هو اعلى حاجه بتوصل لها 2100، لكن برضو السطوع الحقيقي البيك بتاعها هو برضو 1200 شعله بالظبط، برضو نفس الكلام. ولكن انت عندك هنا الشاشه هنا فيها خاصيه جميله جدا اسمها مش موجوده كمان في المنافسين، وهي اسمها الانتي ريفلكتنج كودنج. ودي بتخلي ان اي اشعه ساقطه على الشاشه بتاعت الموبايل بتاعتك ما تعملهاش انعكاس عليها فتضايقك ولا بتاع، لا، بتلاقي ان الشاشه سواء بقى انت مثلا الشمس جت على الموبايل او عملت انعكاس ولا حاجه، هتلاقي الانعكاس هنا منعدم تماما. بتقدر ان هي توزع الاضاءه على الشاشه كلها بحيث ما يعملكش انعكاس فتضايقك في عينك والحاجات دي. وطبعا دي ميزه المفروض ان هي تكون موجوده في المنافس اصلا بتاعها، ولكن هي ما عملتهاش. فهي حبت ان هي اوبو قدم عن المنافسين خطوه كمان وتحط الخاصيه دي موجوده، ولكن الخاصيه دي موجوده في الشاشه الداخليه فقط، مش موجوده في الخارجيه. الموبايل بالنسبه لي الشاشه بتاعته ممتازه من كل الزوايا، الرؤيه جميله، الشاربنس، الساتوريشن، الدايناميك رينج، كل حاجه فيها ممتازه. شاشه عظيمه جدا وممتازه جدا وجميله جدا. ده غير كمان ان الشاشه هنا
الفولدبل دي الميزه اللي فيها كمان ان انت عندك طبعا لما بتيجي تقفل الفولدبل بيبقى فيه حيز كده او بيبقى فيه عباره عن حافه، هي دي اللي بيبقى فيها التطبيقه بتاعه الشاشه. فهنا اوبو بتقول لك ان هنا انت هتلاقي ان في 50% عمق، وهتلاقي ان في وضوح اكتر للشاشه، ومش هتلاقي ان في انعواج في الشاشه في الحته اللي بيتقفل منها الشاشه دي. يعني انت دلوقتي في الموبايلات الفولد القديمه لما بتيجي تفتح الموبايل بتلاقي ان في انعواج بسيط او في مثلا ايه، في حاجه مش مظبوطه كده في النص بتاع الشاشه بسبب ان الحته دي بيطوي فيها الموبايل. ولكن هنا الموبايل الاوبو لو انت بصيت عليه من جميع الزوايا هتلاقي ان هنا الانعواج ده مش موجود يعتبر بشكل كبير عن بقيه المنافسين، فبالتالي هتلاقي ان عينك مريحه اكتر وحاسه بارتياح اكتر وهي بتتفرج على الشاشه، لان مفيش اي حاجه بتعيقها وهي ماشيه. ودي حركه طبعا برضو كويسه جدا في عالم الفولدبل، ان انت تلاقي بعد كده ان الموضوع القفل والفتح مش بيأثر على الشاشه واكنك انت واخد الشاشه كلها كامله متكامله. اتمنى ان انا اكون شرحت لك الموضوع وتكون انت فهمته بالنسبه لك. الموبايل بيجي لك بثلاث اصدارات 256 جيجا و512 و1 تيرا. ال 256 جيجا بيجي لك ب 12 جيجا رام، اما ال 512 وال1 تيرا بايت بيجي لك ب 16 جيجا رام. بيجي لك باحدث نوع ذاكره داخليه وهي اليو اف اس 4.0. وطبعا هنا نوع الرامات اللي بيجي لك بالال دي دي ار 5 اكس. سرعه في كل حاجه هتلاقيها معاك، وطبعا بالمساحه الداخليه الضخمه اللي احنا بنتكلم عليها، فطبعا الموبايل هنا ما بيجيلكش بميموري كارت خارجي. وبما ان احنا بنتكلم عن السرعه وبنتكلم عن الاداء، فتعالى نتكلم عن المعالج اللي موجود هنا وهو السناب دراجون ال 8 جين 3. معالج قوي جدا وبيستهلك للطاقه بشكل كبير جدا، معالج جميل جدا وجبار. في الالعاب هيديك اعلى حاجه ممكنه في كل حاجه انت عندك. وبما بنتكلم عن المعالج وبنتكلم عن سحب الطاقه، فتعالى نتكلم عن البطاريه الاكبر في المنافسين كلهم في عالم الفولدبل، وهي البطاريه اللي بيجي لك 5600 ملي امبير مع سرعه شاحن 80 واط بيجي جوه العلبه. وعشان تبقى فاهم هي قد ايه قويه عن المنافسين يعتبر كانوا بيقولوا لك باعلى حاجه 440 ملي امبير بس، قصدي 4400 ملي امبير بس. فطبعا ده بيبقى رقم كبير جدا عن المنافسين. ولكن برضه لازم تبقى في ملحوظه عندك هنا، وملحوظه غريبه شويه، ان الموبايل ده لو انت فضلت ان انت تستخدمه فتره طويله في الالعاب هتلاقي ان هو البطاريه بتخلص اسرع من المنافسين. دي بتعتمد بقى عن السوفت وير والمعالج. المعالج هنا علشان هو حديث ومعالج قوي فهو بيستهلك للطاقه اكتر في المهام الصعبه، وكمان ممكن يكون على حوار السوفت وير ولكن ده بيبقى مستبعد شويه. لكن هي الفكره كلها في المعالج، ان المعالج بيستهلك الطاقه اكتر في حوار الالعاب. الحاجات التقيله، الانواع التقيله بيستهلك فيها طاقه اكبر. ولكن الاستخدام الطبيعي هتلاقي ان هو بياخد فتره اطول في العمر، ممكن يقعد معاك مثلا يوم ونص مستريح. طبعا ده لو انت استخدمت على الحاجات الخفيفه، يعني ما علتش البرايتنس على البيك بتاعها والحاجات دي كلها، قدرت ان انت تخليه على المستوى المتوسط هيقدر يقعد معاك يوم ونص عادي. دي بس النقطه اللي بس لازم انا اكلمك عليها في حوار البطاريه. الموبايل يا جماعه سعره غالي جدا، فلازم نتكلم على كل حاجه ونصفصف فيه كل حاجه. يعتبر مش عايز اقول لك السعر بتاعه النهارده دلوقتي عشان انا متاكد لو قلت لك السعر بتاعه انت هتقفل الفيديو، بس انا عايزك تكمل الفيديو عشان تشوف الطفره بتاعه الموبايلات الفولدبل هتوصل لغايه فين. انا مش بكلمك في فكره ان انت تجيب الموبايل ولا لا، لكن انا بكلمك ان في طفره حقيقيه جايه ممكن تغير عالم الموبايلات، ونلاقي موبايلات الفولدبل دي بقت موجوده في الناس كلها وماشيه في الشارع ماسكه الفولد ده بقى في ايديها عادي. تعالى برضو بقى نتكلم عن الكاميرات بتاعه الموبايل اللي موجوده عندك هنا في الموبايل. الكاميرا السيلفي اللي موجوده داخل الشاشه الداخليه هي 8 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 2.4، والكاميرا السيلفي اللي في الشاشه الخارجيه بتجي لك برضه 8 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 2.4. وعندك هنا الكاميرات الخلفيه هم 3 كاميرات. اول كاميرا بتجي لك ال 50 ميجا بكسل، بيجي لك بمستشعر من الاو اي اس، مستشعر مثبت بصري، بيجي لك بفتحه عدسه واسعه اف 1.9. اما الكاميرا الثانيه هي ال واي تي 700 جايه من مستشعر من شركه سوني بفتحه عدسه اف 2.7، وبتجي لك بدقه 50 ميجا بكسل، وبرضه فيها مستشعر من شركه سامسونج كمان، وفيها برضه المثبت البصري الاو اي اس، وتقدر تعمل كمان تقريب بصري لغايه ال 3 اكس زوم. كل ده الكاميرا الثانيه بس. اما الكاميرا الثالثه فبتيجي 8 ميجا بكسل وهي كاميرا مخصصه للتصوير الالترا وايد بفتحه عدسه اف 2.2. وبالنسبه لي الصراحه الالترا وايد هنا مش حلوه خالص، 8 ميجا بكسل دي حاجه وحشه قوي. يعني انا كنت اتمنى ان هي تكون على الاقل يا عم وتقول 20 ميجا بكسل، طبعا هقول لك مفيش مشكله، يا ريت كان يفضل كده، لان الكاميرا الالترا وايد لا يستهان بها على الاطلاق، مهمه جدا في حاجات كتير جدا. الموبايل ده بيدعم التصوير 4K 60 و30 فريم، ده غير كمان ان هو بيقدر يدعم هنا كمان سلو موشن 1080 لغايه ال 240 فريم. ممكن لو انت خليت على 720 يوصل كمان معاك لغايه ال 480 فريم، وطبعا ده رقم خطير جدا. الموبايل بقى في الكمالات بتاعته بيدعم اكتر من ميكروفون عازل للضوضاء، وعندك هنا السماعات الاستيريو سبيكر، هي مش افضل حاجه في المنافسين، وده ممكن يكون نقول عليه طبيعي جدا، لان الموبايل زي ما احنا قلنا السمك بتاعه رفيع جدا عن المنافسين، وعندك بطاريه عملاقه موجوده هنا مش عارف ازاي دفنينها في السمك الرفيع ده. فطبعا السماعات هنا هي ستيريو ولكن مش اوضح حاجه، فده طبيعي يعتبر، ولكن هو مش طبيعي على سعره بالمناسبه يعني. برغم ان الموبايل هنا بيجي بالشاشه اموليد، ولكن مستشعر البصمه اللي موجود هنا هو في زرار الباور وسريع جدا. وكمان طبعا انت عندك هنا
هنا الفيس اي دي كمان من المستشعرات الامان اللي موجوده. التسارع والتقارب والبوصله والجيروسكوب، كل الحاجات دي هي الكماليات اللي موجوده في الموبايل مشغله بنسبه 100%. والموبايل هنا الميزه بتاعته كمان ان انت عندك هنا موبايل بيشحن لاسلكي بقدره 50 واط، موبايل بيجي لك بنظام الاندرويد 15 مع طبعا الكالر او اس 15. الموبايل هنا كمان في حاجه جميله جدا موجوده فيه، ان هنا يقدر ان هو يدعم القلم، يعني الموبايل هنا ليه قلم مخصص ليه من شركه اوبو هي اللي عاملاه، تقدر ان هو يدعم كل الشاشات الداخليه والخارجيه. ولكن هنا الموبايل هنا مش بيجي معاه القلم في العلبه، انت هتضطر ان انت تشتري القلم من الخارج وبعد كده تيجي تستخدمه عادي، يعني هو مش بيجي ممزوج مع العلبه، لا هو بيجي لوحده. ومن مميزات بقى طبعا الاوبو هنا الموبايل ده ان هنا كمان الذكاء الاصطناعي اللي موجود هنا، طبعا غير الحاجات اللي احنا بنقعد نتكلم عليها في كل موبايل في الذكاء الاصطناعي، الحاجات بقى اللي هي بتاعه التصوير والحاجات دي، ولكن هنا كمان في حاجات مميزه عن بقيه الموبايلات اللي موجوده بيقدمها، حاجات حلوه جدا، زي انك انت تقدر تخلق صوره بينك وبين اي مشهور. ممكن هو يديك حبه اقتراحات وانت تقدر ان انت تاخد الصوره ويحط لك صورتك جنبه، او انت تقدر كمان تخلق صوره بينك وبينه من العدم وبتطلع صوره كويسه. طبعا هنا الصوره ممكن ما تكونش 100% حقيقيه، ولكن هي بنسبه 60-70% افضل بكتير من المنافسين اللي كانوا موجودين، بيقدر ان هو يطلع الصوره حقيقيه اكتر منهم. فانا مش بقول لك ان الصوره حقيقيه قوي، لكن انا بقول لك ان هو قدر يوصلها لدرجه الحقيقه اكتر من المنافسين. وطبعا قد ايه الفكره دي جامده جدا وخطيره جدا في نفس الوقت، ان انت يا ريت ان انت طبعا تستخدمها في حاجه خير، يعني يعتبر حاجه لنفسك ما تضرش بيها الناس، ولكن ان هي وصلت لدرجه من الطبيعه قويه جدا. لا ده كمان بيقدر ان هو يحط لك الصوره بعد ما يعمل لها ريكومنديشن او بعد ما يعمل لها الريلايزنج بتاعها، يقدر ان هو كمان يديك الكابشن بتاعها، بيديك كده ايه بالذكاء الاصطناعي، يقول لك حط الكابشن ده معاها لو انت هترفعها على السوشيال ميديا بتاعك، فبعد ما بيعمل لها جنريت بيقول لك بقى تعمل ايه الكابشن بتاعها، فبرضه دي حركه حلوه. ولكن هنا برضه الذكاء الاصطناعي فيه حاجه غريبه جدا، ان هو لما بيجي يعمل اي تحديد على الصوره عشان تشيل اي حاجه من الخلفيه، طبعا دي من المميزات اللي احنا قلنا عليها، ساعات بيهيس معاك، فيعتبر اللي انت لازم ان انت تعملها اكتر من مره، ودي حاجه غريبه جدا ما بتحصلش في المنافسين او لو انت حطيت ايدك كده هيقدر يشيلها عادي. طبعا انت عارف انا بتكلم عن مين، بس هم ما بيحبوش ان احنا نقول اساميهم، فطبعا دي حاجه هتفوق عليها المنافس، ولكن هي هنا مهيسه شويه ولكن شغاله لما بتظبط معاك. الموبايل مفيش اي حاجه يعتبر فيه وحشه، سمك رفيع جدا بيخلي مسكته ماسكه في الايد بالايد الواحده كويسه، خفيف مش تقيل قوي، بطاريه طويله، شاشه كويسه جدا وشاشه جميله جدا والحروف بتاعتها قليله. موبايل كمان المعالج بتاعه قوي جدا من اقوى المعالجات اللي موجوده في العالم. العيوب بتاعت الموبايل بالنسبه لي ان الكاميرا الالترا وايد هنا المفروض تكون اعلى شويه، كمان انت عندك هنا سعر الموبايل طبعا مبالغ فيه جدا، $1800، يعني انت عندك هنا لو هنيجي نحسبها بالمصري والسعر راح فين 119,990 جنيه مصري، وبضمان محلي كمان، يعني انت كمان لسه تدفع عليه كمان ضرايب، فطبعا ده سعره مخيف وسعره مريب جدا عليه، فطبعا هو ما يستحقش سعره. ولكن انا كنت زي ما انا ما قلت لك، انا بكلمك عن الطفره بتاعه الموبايلات الفولدبل بعد كده هنلاقيها عامله ازاي. فاكتب لي تحت في الكومنتات ايه رايك في الموبايل، وهل فعلا في امكانيه ان احنا نلاقي بعد كده موبايلات الفولدبل هي اللي ممكن تاخد مكان الموبايلات العاديه بعد كده ونلاقيها في السوق بعد كده في كل حته يعتبر، ولا لا؟ اكتب لي تحت في رايك في الكومنتات، رايك يهمني جدا، واستنوني تاني فيديوهات تانية كتير ان شاء الله، وفي امان.